بسم الله الرحمن الرحيم. يعد المتحف المصري بالتحرير البيت القديم للآثار المصرية القديمة، أيقونة معمارية في قلب القاهرة. وبالرغم من نقل بعض الكنوز إلى المتاحف الجديدة، إلى أنه لا يزال يحتفظ بقطع نادرة لا تقدر بثمن، تحكي قصة الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة. إليك شرح لأبرز مقتنيات المتحف مقسمة حسب الأهمية التاريخية. كنوز عصر الدولة القديمة اللي هو عصر بناة الأهرام. يتميز هذا القسم بالواقعية الشديدة في النحت، ومن أهم قطعه تمثال الملك زوسر وتمثال الملك خفرع. ويعد تمثال الملك خفرع من عجائب النحت، حيث أنه مصنوع من حجر الديوريت الأخضر الصلب. ونجد أيضا أن قوة تمثال الملك خفرع ونحته، ويظهر فيه الإله حورس وهو يحتضن رأس الملك من الخلف كرمز للحماية. وعندنا أيضا تمثال شيخ البلد الشهير والذي يلقب بكعبر، تمثال خشبي مذهل من الأسرة الخامسة. سمي بهذا الاسم لأن العمال الذين اكتشفوا وجوده هم من سموه بتمثال شيخ البلد. نأتي إلى كنوز عصر الدولة الوسطى، وأشهرها تمثال الملك امنمحتب الثاني. يصور الملك بملابس العيد، ويتميز بلونه الأسود الذي يرمز للخصوبة والبعث. ويوجد بعض النماذج الخشبية الصغيرة التي تصور الحياة اليومية من صيد ومخابز وورش نجارة، الحاجات اللي كانت بيحتاجها الملك في حياته في العالم الآخر. ثم نأتي لكنوز عصر الدولة الحديثة، قاعة يويا وتويا أجداد الملك إخناتون. وتعتبر هذه المجموعة حاليا درة التاج في المتحف بعد نقل معظم مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير. وتضم أيضا تماثيل حتشبسوت. توجد عدة تماثيل للملكة القوية، وبعضها يصورها بهيئة أبو الهول، وأخرى في الهيئة الملكية التقليدية. وعندنا أيضا كنوز تانيس، وهي مجموعة من الأقنعة الذهبية والتوابيت الفضية لملوك الأسرتين 21 و 22. وسوف أترككم تستمتعون بهذا التشكيل الممتاز للمتحف المصري بالتحرير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.